إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج محكمات نتناول اليوم إن شاء الله آية في كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الحديد، وهي الآية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية من سورة الحديد، وهي من الآيات المحكمات التي فيها دلالات عظيمة جدا تبين فيها المقصد الأسمى من رسالة الله تبارك وتعالى، والتي ينبغي أن تتجلى في هذه الحلقة، وهي إقامة القسط. وإقامة القسط يعني إقامة العدل، إقامة الإنصاف، إقامة الميزان. هذه مناقضة تماما لموضوع الظلم والمظالم التي ربما لاحظنا القرآن الكريم ركز بشكل كبير جدا على موضوع النهي وتحريم المظالم، وفي نفس الوقت الأمر بالقسط والعدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين مقصد مهم جدا للرسالات. يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والبينات هي البراهين، هي البصائر، هي المعجزات. تطلق عليها عدة أسماء، أحيانا يقول بينة، أحيانا بينات، أحيانا بصيرة، أحيانا بصائر، أحيانا برهان، أحيانا براهين. كلها هي عبارة عن البينات الدالة على صدق الرسل. فالله سبحانه وتعالى ما بعث رسول ولا أنزل كتاب إلا وكانت معه بينة من البينات. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يريد أن يصدق الناس كل من ادعى النبوة، فربما يدعي النبوة كاذب، وربما يدعي النبوة من ليس نبيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ومعهم بينات، معهم معجزات دالة على صدقهم، ودالة على أن ما جاءوا به ليس من لبنات أفكارهم، ولكنه من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه البينات ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينات مادية، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي الرسول بينة ملموسة مادية. فأمامنا مثلا ناقة صالح، الله سبحانه وتعالى يخرجها من صخرة، وهذه الناقة يشرب منها قوم صالح جميعا، بشرط إن يوم الذي يريدون فيه إلى الماء يكون في هذا اليوم يوم للناقة ويوم لهم، وما تأتي به الناقة بطبيعة الحال سيعود عليهم بأنهم سيشربون من لبنها. فالله عز وجل جعل هذه الناقة، ناقة الصالح، جعلها معجزة، سواء في خروجها من الصخرة أو فيما تدر به من اللبن، والتي تعود بالفوائد بطبيعة الحال عليهم، وهم يعرفون أن هذه ليست ناقة طبيعية. ومع ذلك قتلوها وكان العذاب عليهم. وهنالك أيضا كثير من الأنبياء على كل ممن اختصهم الله سبحانه وتعالى ببينات محددة، لأنه لا يوجد نبي إلا ومعه بينة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. مثلا موسى عليه السلام كانت بيناته 9 بينات في علاقته مع فرعون وقومه، ولكن البينات والمعجزات الكثيرة جدا مع قومه ربما تصل الكم وعشرين. يعني ما كان مع قومه خاصة هذا شيء، وما كان مع فرعون في مجادلته لفرعون وفي إقامة الحجة عليهم كانت 9 بينات. منها مثلا العصا المعروفة، ومنها اليد التي يعني يخرجها من جناحه فتخرج بيضاء من غير سوء. إذن موسى له بينات، عيسى كذلك له بينات لها علاقة كذلك بالواقع الذي كان فيه عيسى عليه السلام، لأن البينات غالبا تكون من يعني متحدي الواقع الذي
يبعث فيه الرسول. فالقوم الذين ينتشر فيهم السحر مثلا كقوم فرعون، جاءهم موسى بالعصا التي تتحول إلى ثعبان أو تتحول إلى حية تسعى. وبالنسبة للقوم الذين بعث فيهم عيسى عليه السلام انتشر فيهم الطب، فكان عيسى عليه السلام بلغ في ذلك التمام والكمال، فكان يخبرهم بما في بطونهم ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون ويحيي الموتى إلى غير ذلك، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فعلى كل كانت هنالك بينات يأتي بها كل رسول. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بيناته تختلف عمن سبق، فبينات السابقين مادية، وأما بينات الرسول صلى الله عليه وسلم جزء منها مادي وجزء منها غير مادي. لماذا؟ لأن البينات المادية دائما تزول أو تنتهي مع انتقال الرسول بأي شكل من الأشكال أو غيبة هذا الرسول. فعيسى عليه السلام مع غيبته وارتفاعه إلى السماوات غابت معه ما كان يقوم به. بالنسبة لموسى كذلك تنتهي بيناته معه. بالنسبة لناقة الصالح بطبيعة الحال أيضا حصل ما حصل. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هنالك بينات مادية ملموسة رآها من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك بينات مستمرة، لأن الكتاب بيناته لا تتوقف عند النبي، لأن الرسالة رسالة نهائية وخاتمة، ورسالة عالمية، ورسالة شاملة إلى قيام الساعة. لذلك البينات النبوية، البينات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن متضمنة في داخل هذا القرآن العظيم. يعني باختصار لو قلنا بينات السابقين منفصلة عن كتابهم لأنها مادية، وبينات النبي صلى الله عليه وسلم فيها المادي الذي ينتهي معه ويقص إلينا ويحكى لنا بالصيغ المختلفة، وبينات موجودة في هذا الكتاب تتكشف للناس يوما بعد يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب، الله عز وجل هنا يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يعني هذه البينات كلها، لماذا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان؟ إذا معهم بينات ومعهم كذلك الكتاب والميزان. الكتاب معروف، الكتاب معروف هنا بالذات مقصود به الكتب، يعني أرسل الله سبحانه الرسل وأنزل معهم الكتب، كل الكتب، التوراة والإنجيل والفرقان والزبور وصحف إبراهيم إلى غير ذلك، كلها يطلق عليها الكتاب هنا، فهو اسم جنس، يعني كل الكتب التي بعثت هنا مرادة في هذه الآية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هنا الميزان قيل بأنه أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه كلها أهم شيء أنه أنزل العدل والإنصاف، أنزل العدل والإنصاف، وأنزل كذلك الحقائق. فالله عز وجل دينه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وكل الكتاب لو أردنا أن نشرحه نلاحظ إما أنه عقائد ومعارف تتصف بالحق، وإما أنها قيم وأحكام تتصف بالعدل. كل الكتب هكذا. فالله سبحانه وتعالى هنا تحديدا يقول: أنزلنا معه الكتاب والميزان. فالكتاب ما فيه هو الميزان، هو العدل، هو الإنصاف، هو تجريد الحالة الإنسانية من ما يقع فيها من تظالم، وبالتالي هو الميزان. ولكن هنالك من يقول أيضا الميزان نفسه الميزان الذي نزن به الأمور، لأنه في آيات كثيرة جدا يتكلم الله سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولكن سنلاحظ تحديدا آية الحديد تعني العدل والإنصاف، وآية أخرى كذلك، وبقية الآيات في كتاب الله كثير من الآيات التي جاءت عن الميزان ما جاءت بصيغة أنزل الميزان، قال ووضع الميزان، ونضع الموازين بالقسط. فعندما يستخدم لفظة نضع هي الميزان المعروف الذي توزن به الأمور، ولكن لما يقول أنزل الميزان هنا الميزان المقصود به العدل. وفي نهاية المطاف المراد بالميزان المادي بطبيعة الحال تحقيق العدل، والميزان الذي أنزله الله سبحانه في كتابه من أحكام ومن تشريعات أيضا ليقوم الناس بالقسط، يقوم الناس بتحقيق العدل وتحقيق الإنصاف. فعلى كل الله سبحانه وتعالى ذكر موضوع أنزل الكتاب بالحق والميزان في سورة الشورى، وهنا أيضا يقول أنزل البينات، أنزل الكتاب وأنزل معهم الكتاب والميزان. فهنا على كل في سورة الشورى وهذه الآية في الحديد المراد منها العدل والإنصاف، أي أن شريعة الله سبحانه وتعالى هي شريعة الحق وشريعة العدل.
ولذلك الله عز وجل يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالمقصود من الكتاب أن تهدي بالحق وأن تعدل به. كل ذلك لماذا أنزلت يا ربنا البينات وبعثت هؤلاء الرسل ببيناتهم وأنزلت لنا الكتب وأنزلت الميزان اللي هو قضية الحق، قضية العدل والإنصاف، أو حتى الميزان الذي توضع به الأمور في نصابها ليرفع الظلم عن الخلائق. كل ذلك لغاية كبيرة جدا تنتهي إلى الغاية الكبرى في الرسالات، وهو ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده تحقيق العدل، تحقيق العدل مع الله، وتحقيق العدل مع الخلق، وتحقيق العدل مع النفس، ليقوم الناس بالقسط. ثم ربما يعني بعض الناس قد تكون له فكرة جميلة ورائدة وطيبة وفيها الحق وفيها الصواب ووردية جدا ومثالية جدا، ولكن تنقصها القوة التي تفرضها على الواقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ما علاقة الحديد هنا بعد الكتاب والميزان؟ علاقته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب الهادي وأنزل معه الحديد الناصر، أي الكتاب بحاجة إلى النصرة وبحاجة إلى القوة وبحاجة إلى من يحمل هذا الدين. خذ الكتاب بقوة، ومن القوة استخدام الجهاد في سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط في نزول الكتب، ربطه كذلك بالمجاهدة، وربطه بالقتال، وربطه بأن الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال وأنزلنا الحديد. ولذلك دين الله سبحانه وتعالى أساسه الكتاب الهادي والحديد الناصر. ولذلك الذين يحاولون أن يجردوا الإسلام من قوته، وأن يجردوه من جهاده، وأن يجردوه من حديده، وأن يحولوه إلى حالة بعيدة عن منطق القوة وامتلاك القوة، ودائما سقوفهم تكون سقوف واطئة ومتدنية، وتحاول أن تكيف الإسلام وفق منظور مثلا تريده الآن، تريده القوى المهيمنة عالميا، لا تريد أمة مجاهدة، أمة مقاتلة، أمة مدافعة، أمة مقاومة، تريد أمة مستسلمة، أمة متفرقة، أمة لا قوة لها، أمة لا دولة لها. هؤلاء لا يعبرون بطبيعة الحال عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله. بعد ذلك نزل الحديد، نزل الكتاب، هنا يأتي الاختبار. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، من ينصره ورسله بالغيب. يعني أنت بالنسبة الآن كثير من أعمالنا غير مكشوفة، ما الذي سنكون إليه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مآلاتنا دائما هو الانحياز إلى دين الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فأنت هل ستنصر الله ودين الله؟ هل ستنصر الرسل وتنحاز إليهم؟ هل ستكون والله مناوئا لهم والعياذ بالله؟ فهنا سيعلم الله سبحانه وتعالى وينكشف للناس بطبيعة الحال، هو أن ينكشف لنا جميعا حالنا، من ينصر ومن لا ينصر. وربما رأينا في كثير من محطات الأمم ومحطات هذه الأمة الفاصلة، رأينا من تكشفهم الأحداث الكبرى، رأينا عندما تأتي الهجمات الكبرى على هذه الأمة فهنالك من ينحاز إلى الأمة وهويتها ودينها ويكون في صراعه منحاز إلى دين الله، وهنالك من يبيع دينه بدنياه ويؤثر السلامة ويحاول أن ينسحب من ساحة المعركة والعياذ بالله. إن الله قوي عزيز. فالله عز وجل يقول لنا والله أنتم إذا تمسكتم بنصرتي إن تنصروا الله ينصركم، إن الله قوي عزيز. وهنا طبعا قوة الله سبحانه وتعالى وعزة الله سبحانه وتعالى. ربما لسائل أن يقول كيف الله سبحانه وتعالى يريد منا النصر؟ الله عز وجل يقول ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن سنة الحياة قائمة على المدافعة، قائمة على الابتلاء، قائمة على أن يكون هنالك حق وباطل، للحق أنصار وللباطل أنصار، ويتدافع هؤلاء جميعا. ثم بعد ذلك تأتي إن شاء الله المحاسبة الأخروية يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمع القول ويتبع أحسنه، ويجعلنا أمة قائمة بالعدل وقائمة بالقسط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.